سي فؤاد، تنعرفوا انه الان الفريق عنده 9 مباريات 12 نقطه. الطموح تيكبر شويه، لا عند الفريق، عند الطاقم التقني، ولا عند اللاعبين، ولا حتى عند الجمهور. فمقارنه هذا الموسم والموسم الماضي كاين فرق كبير في النقاط. واكيد انه كاين الطموح. سمعنا من سي فؤاد بعد فترات، في بعد المباريات، انه الطموح تيكبر عند اللاعبين، وبنعرفوا الطموح ديال سي فؤاد مع الفريق. اولا اعتقد على ان ما نهضرش كثير على الموسم الفريط، لان انا ماشي اللي كنت مسؤول عليه. غنهضر على هذا الموسم. التحقت بالفريق كانت عنده نقطه داخلين عليه 7 ديال الاهداف في المراتب الاخيره. كان الاهداف ديال المكسب بعد التعاقد معاه هو انه نحاولوا نلعبوا على ضمان البقاء، وبالتالي لا تحت الامكانيات والفرص على اننا نلعبوا على مرتبه وسط الترتيب. اعتقد على ان اللاعبين كانوا مكفيين باش الحصول على ميساج. استطعنا نربحوا الجيش وتادله، واليوم نربحوا طنجة ونديروا تعادلات امام الجديده وامام الكاك، وحتى الهزيمه امام الرجاء ما كانتش مخجله، لان قدمنا مباراه كبيره. اليوم اعتقد على ان الكوكب في وسط الترتيب. الان انا كنعتقد على انه لا توفرت الامكانيات الماديه ورجعت الجماهير باش تساند هاد اللاعبين، لان كاين لاعبين شبان اونتوري بلاعبين مخضرمين في المستوى، فربما الطموح ديالنا يزيد اكبر شريطه لانه توفر الامكانيات. مجموعه جيده، جماهير رغم القله ديالها كتشجع، فإلى حضرت الامكانيات الماديه كاين كل الامور باش الكوكب تكون عندها فريق كبير ان شاء الله. سي فؤاد، كنا سمعنا، ولو نخليوك تمشي تسرح سينا معاك، ما الماتش كان شويه صعيب. سمعنا واحد الكلمه ديالك في الماتش ديال تادلف الجديده، فقلتي الا توفرت هكا بهاد 4500 درهم للاعب، فاكيد انه الكوكب تقدر دير بطوله. كيفاش تفسر الناس؟ لا، بغيت نقول على انه منين اللاعب كيربح ديجا كما كنقولوا حنا كتسودي الحديد. ملي كتجيب بريم كتغالفانيزي داك الحديد باش ما يتسطاش، كتضربو بالصباغه ديال الفضه. لي بريم مهمين لان الشهر كيجي مره. لا بريم سينياتور كتجي دو طونش، ولكن لا بريم دو ماتش كتجي كل سيمانه. فاللاعب ملي كيولي كيتقاتل على واحد المدخول، على واحد المكافاه، كيولي محفز اكثر، لان لا موتيفاسيون انترانسيك كتموت، ولكن الاكسترانسيك هما الفلوس اللي كلشي كيخدم عليهم، فكيبقاو مدعمين. نتمنى على ان الظروف الماديه توفر ان شاء الله.